السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني الكرام في درس جديد من دروس دورة ال HTML. في هذا الدرس إن شاء الله سنتعرف على وسم أيضا مهم في ال HTML. يعني ليس هو من أساسيات ال HTML، ليس من يعني أساسي في ال HTML، لكنه مهم، يقوم بدور يعني العناوين أو يعني من أجل يعني إظهار عنوان مثلا لتدوينة ما أو لموضوع ما. فلنبدأ مباشرة للتطبيق لكي تفهموا أكثر. فالوسم هو h هكذا h1 مثلا، ثم نقوم بقفله. هنا تقوم بكتابة أي شيء، مثلا HTML tutorial هكذا مثلا، يعني ال h1، ثم تقوم بكتابة أي شيء تريده، وتقوم بقفل h1 بهذا، يعني كما تشاهدون دائما تقفل يعني بأسلاش، ثم تقوم بكتابة نفس الوسم. مثلا نقوم بالحفظ كنترول اس، ثم نعم نقوم بوضعه في المتصفح. إذا كما تشاهدون هنا فتضع لي HTML tutorial. آه، مثلا لكي نوضح قليلا، فهناك يعني H1 H2 H3 إلى H6. فلنوضح مثلا كنترول دي هكذا. هنا مثلا سنقوم بتغيير 2 ثم 2 3 4 5 و6. كذلك هنا 3 4 5 و6. نقوم بالحفظ كنترول R. كما تشاهدون فيعني الكتابة هنا يعني كبيرة، ثم تاليها يعني أكبر بقليل، وإلى أن تصبح أصغر، يعني كما تشاهدون صغيرة جدا H6. كما تشاهدون H6 هنا. فهذا هو يعني الوسم يعني الذي تعرفنا عليه في هذه الحلقة. فهو جد بسيط، يعني ليست فيها أي صعوبات أو أي مشاكل. فإلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. انتظرونا في دروس قادمة إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك والإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. إلى اللقاء أعزائي المشاهدين.